بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله أنا هخبز العيش الطار الفلاح في الفرن البلدي الفلاح. ده الدقيق أهو زي ما انتوا شايفين. طبعا الدقيق ده صنفين، وبنحط عليه كمان دقيق زيرو من بتاع الدكان اللي هو الدقيق الأبيض. هنا ده معانا الدقيق القمح بتاع الدكان اهو زي ما انتوا شايفين، بيبقى فيه ردة. وده بتاع البيت الدقيق القمح بتاع البيت اللي بنطحنه زيرو، بيبقى منزوع الردة، يعني الردة بتبقى لوحدها والدقيق لوحده، بيبقى زيه زي الدقيق الزيرو بالظبط. وده المنخل اللي هنخل به الدقيق، ويلا بينا ننخل الدقيق سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخل شوية من الدقيق اللي هو القمح بتاع البيت اللي احنا عاملينه زي الزيرو بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم ننخل الدقيق قبل ما نخبزه، ده اساسي. يعني سواء دقيق قمح او دقيق زيرو او دقيق بتاع الدكان اللي هو فيه الردة، كله لازم يتنخل. بعد ما بنخله بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، طبعا هو ما بيطلعلوش ردة لان الردة بتبقى لوحدها والدقيق لوحده اهو. بيبقى زيه زي الزيرو بالظبط، ما فيهوش ردة خالص، وبيبقى ابيض وحلو قوي. هكمل بقى النخل كله بالطريقة ديت زي ما انتوا شايفين. وبعد ما اخلص ان شاء الله ونيجي هنعجن العجين سوا مع بعض. اول حاجة هنا انا دوبت الخميرة والملح، ودي مية دافية، يعني عشان احنا لسه الجو ساقعة فحطيت مية دافية. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل بالدقيق كله بالشكل ده كده. طبعا زي ما قلت لكم 3 انواع من الدقيق، الدقيق البلدي بتاع البيت، والدقيق الزيرو اللي هو الابيض بتاع الدكان، ودقيق بلدي بتاع الدكان برضو. احنا بنخلط ال3 انواع كده على بعض. بعد ما حطيت المية، طبعا انا حطيت كمية قليلة من المية، وبزود بقى المية كده وانا بعجن، علشان انت لو حطيتي مية كتير وحطيت الدقيق، فطبعا المية ما تبقى كتير والدقيق قليل هتعوزي دقيق، هتجيبي منين دقيق تاني؟ لكن احنا بنحط مية قليلة وبعدين نزود المية لحد العجين ما يلم معانا ويبقى بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. يعني لما يكون المية قليلة افضل واحسن، وانت تزودي المية بقى لحد العجينة ما تظبط معاكي بقى. انا كده عجنت فيه حوالي ربع ساعة. بنبدأ بقى نطب العجين بالشكل ده كده. يعني ايه نطبه؟ يعني كده العجين بيجي لبعضه، العجينة بتبقى شديدة وفيها عرق، العرق ده بيخلي العيش يقب بقى كله كده يبقى سنجة واحد. والدتي بقى ربنا يديها الصحة والجماعة بتوع زمان كانوا بيقولوا بقى ايه: يا عجين الإسلام كل شيء فيك يظهر ويبان، من قشاشة ومن نشاشة ومن يغلط النفاس، ملحك سكرك كل من داءك يشكرك، زيد في نقانك كما زدت في فدانك، يجعل محمد ضمانك بالصلاة على الحبيب النبي. ده الدعاء اللي كانوا بيقولوه هما بيعملوا العجين بالشكل ده كده. هكمل بقى والم العجين واسويه كده في العجانة، وهنستره كده من فوق بشوية دقيق. احنا بنرش الدقيق كده بنقول ايه بقى بعد ما بنلمه بالشكل ده كده اهو؟ بنرش حبة الدقيق ونقول ايه: سترتك بالدقيق، استرنا في وقت الضيق، بركة ابو بكر الصديق، سترتك مع فرتك، بالصلاة على الحبيب النبي. بس كده. وبنغطيه بقى ونسيبه يخمر، وبعد ما يخمر ان شاء الله هنقرصه سوا مع بعض. طبعا انا بعمل له علامة علشان اعرف انه خمر كويس، لان كده لو سيبته لما يملى العجانة كتير شوية، فانا هعمل له علامة كده 3 قراريط. دي العجينة ديت اللي انا بحطها للعلامة عشان ابقى عارفة العجين خمر قد ايه اهو. يعني ال3 صوابع دول اسمهم 3 قراريط. بنحط بقى العجينة كده بالظبط اهي
بعد الثلاث قراريط دول، وندوس عليها كده ونثبتها ونسيبها. اول ما يخمر ويحصل العلامة ديت يبقى هو كده العجين خمر، ونبدأ بقى في التقريص. ده كده بعد العجين ما خمر اهو زي ما انتوا شايفين، هو ملا العجانة ما شاء الله. يعني كده خمر بزيادة بس مش مشكلة، مش هيجرى له حاجة، يعني بيبقى زي الفل. كل ما يخمر حلو كل ما يكون افضل واحسن يعني. ابدأ اقرصه بقى بالشكل ده كده اهو. طبعا انت بتقرصيه بقى الحجم اللي انت عايزاه، لو عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما تحبي. دي اللوح اللي انا الالواح اللي انا بقرص فيها، عامله الواح خشب بقرص العيش فيها. باخد بقى من العجانه كده، بقطع الرغيف على قد ما انا عايزه من العجانه، وبحطه في الدقيق، ولو لقيته كبير شويه بنقص منه، مفيش مشكله، عشان يبقى كلهم حلوين كده زي بعض. بنفض بقى الدقيق من عليه، لازم انفضه كده من على وشه، وبرصهم بقى في اللوح كده بالشكل ده كده. بعد ما رشيناها رده طبعا، وبننخل الرده، لازم تنخلي الرده كل مره كده وانت بتقرصي. حامله كله، ونقرص العيش كله ونسيبه يرتاح شويه. وبعدين بعد ما سيبنا العجين يرتاح اهو زي ما انتوا شايفين لمده ربع ساعه، هنبدا نخبز بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا ايدنا في الفرن لما سخن لازم نقيد فيه عقبال العجين ما يرتاح كده، يكون احنا ايدنا في الفرن وسخناه. بنلقط العيش بقى بالشكل ده كده. في واحدة من اخواتي المتابعين سألتني انت بترحي العيش ازاي؟ هوريكي انا برحي العيش ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العلام ده مش من اول مرة، لازم مرة واتنين وتلاتة. انا ببدأ امسك المطرحة بايدي الشمال كده من هنا، وايدي اليمين في الايد التانية بتاعة المطرحة من هنا، وابدأ الف المطرحة بالشكل ده كده. يعني ايدي اليمين بتودي المطرحة الناحية دي، وايدي الشمال بتجيبها الناحية دي، علشان الرغيف يلف على المطرحة. كل ما يلف كده اللفة بتاعته بيوسع، بيتفرد زي ما انت شايفة كده. طبعا انا بنقله على المطرحة التانية، لان عقبال ما بخلص الفرد بيكون الردة نزلت من تحت الرغيف، فبنقله على المطرحة التانية وابدأ اوسع فيه كمان شوية. طبعا بنوسع الرغيف حسب التقريص اللي احنا مقرصينه. يعني لو احنا مقرصينه صغير بوسعه لنص المطرحة بس، مقرصينه كبير لازم املى بيه المطرحة كلها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن سخن وبقى تمام. هنجرب كده اول رغيف معاكم. دي بقى هنا اهي. انا كنت هحط المقشه ديت ايدها، فقالوا لي الجماعه اللي معايا قالوا لي لا ما تقيديش المقشه عشان هتدخن، بلاش منها. فانا كنت عايزه اقول لكم ايه، العيش اهو كده في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. هنسيبه بقى لما يترفع ونكمل سوا مع بعض. انا بعمل كمان رغيف معاكم اهو كده، خلاص قربنا نخلص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بتلقط الرغيف بالشكل ده كده، وبنفضل نشطحه على ايدينا كده شويه او نفرده. يعني احنا بنقول عليه نشطح الرغيف، ففي ناس بتقولك نفرد الرغيف، هما الاتنين مصطلح واحد. برش بقى حبه من الرده كده، وابدا زي ما وريتك قبل كده اهو. الايد اليمين الناحيه دي عند الايد، والايد الشمال الناحيه دي، وابدا الف بالشكل ده كده. طبعا انا بدوس على الحرف كده، لان لو لقيت الحرف تخين بحاول افرده بايدي كده اهو عشان يبقى رقيق وحلو. بتودي بقى ايدك اليمين بتودي الناحيه دي، والايد الشمال بتجيب الناحيه دي، واحده بتودي لقدام واحده تجيب لورا، عشان الرغيف يلف على المطرحه تمام ويتفرد كويس بالشكل ده كده.
طبعا هي طريقة سهلة وبسيطة خالص للي يتعلمها، يعني لو انت حابة تتعلمها هتتعلميها، بس مش من أول مرة، طب مرة واتنين وتلاتة. دي للأخت اللي سألتني وقالت لي انت بترحي العيش ازاي. يا رب تشوف الفيديو وتكتبي لي في التعليقات ايه رأيك في الفيديو. نسيبه بقى كده لما يطلع بالشكل ده. طبعا انا ممكن ارمي رغيفين وتلاتة، بس عشان انا بخبز لوحدي ما معيش حد يساعدني، فانا بعمل رغيف برغيف. طبعا انا بقلبه الناحية والناحية كده عشان الرغيف يستوي كويس. عايزة اقول لكم الخبيز قدام الفرن البلدي ده حاجة متعة، حاجة كده راحة نفسية بصراحة. انا عن نفسي بحب الخبيز قوي. كده خلاص هنطلعه، شايفين ما شاء الله درجة التسوية بتاعته ممتازة. هنكمل بقى بنفس الطريقة كده، بشوف قعره كده عامل ايه، مستوي ولا لا. لقيته حلو، هنكمل بقى خبيز وارجع لكم تاني. انا خلصت خبيز خلاص زي ما انتوا شايفين كده. ده رغيف صغير اهو في الفرن، طبعا ما فيش ايده كتير ولا حاجة لان اخر رغيف اهو صغير. خلصنا. دي الفتحة اللي احنا بنقيد منها مقفولة بالصاجة اهي زي ما انتوا شايفين، وده الجنب ده كده اللي بنحط فيه الوقيد. طبعا في حد من اخواتي المتابعين سألني على الجنب ده كده، بيقول لي انت ما عملتيش الفرن جنب الحيط ليه، سايبه الفراغ ده ليه؟ فانا سايبه الفراغ ده جنب الفرن علشان نحط فيه الوقيد اللي احنا بنقيد بيه، يبقى جنب الايد اليمين كده واحنا بنخبز ناخد منه ونقيد على طول. ده الرغيف الصغير اهو استوى زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. انا كده خلصت الحمد لله. ودي الفتحة بقى بتاعت الفرن اهي، بنقيد الفرن ونسخنه كويس قوي، بعد ما نحط حاجات كده بقى في الفرن ونقفل عليه، بنقفل بالصاج بقى بالشكل ده كده. بس كده تمام الحمد لله، ما بيجيبش صهدة ولا حاجة لان اللي بتخبز بتبقى قاعدة بعيد شوية. وده العيش اهو بعد ما خلص زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، شكله حلو وريحته حلوة وطعمه احلى. بألف هنا والشفا لكل اللي هياكل. شايفين عامل ازاي ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الآخر. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله.